ده واحد من الأفلام المثيرة جدا وبتشدك لآخر لحظة فيها، فما تنساش تعمل لايك وتقول رأيك وهرد على كل التعليقات. بيبدأ الفيلم بمايك وهو في حفلة معمولة في فيلا كبيرة جدا، وبنعرف ان صاحبة الحفلة دي اسمها ماكسندرا، وماكسندرا دي ست غنية جدا. واخر اليوم بعد ما بتخلص الحفلة بينادي المدير على مايك وبيقوله ان ماكسندرا عايزة تشوفه، فبيستغرب مايك وبيدخل لماكسندرا البيت. فبيتفاجئ مايك من كلامها لانه عايزاه يرقص لها، لانها عرفت من كيم انه كان بيقدم عروض رقص قبل ما يشتغل في البار. وكيم قالت لها ان بعد ما رقصت معاه شغفها رجع لها تاني، وقالت لها ان رقصه سحري وقدر يغير لها المود بتاعها، وعشان كده هو اسمه مايك السحري بسبب تأثير رقصه على الستات. فبتعرض عليه ماكسندرا انه يرقص معاها وهتديله الفلوس اللي هو عاوزها. فبيوافق مايك لكنه بيقول لها ان دي اخر مرة هيرقص فيها عشان ما تفتكرش انها هتقدر تشتريه بفلوسها. فبتوافق ماكسندرا وبتوعده انه لو قدر يرجع لها شغفها هتديله اللي هو عاوزه. فبيوافق مايك وبيبدأ يرتب الكراسي عشان يبدأ يرقص، وبيقعد ماكسندرا على كرسي في نص البيت وبيبدأ يرقص لها. واثناء ما هما بيرقصوا بنلاحظ ان مايك بدأ يعجب بيها، وبعد ما بيخلصوا الرقص بتكون ماكسندرا متحمسة جدا ومبسوطة لأن مايك قدر يرجع لها شغفها، وعشان كده هي قررت إن هي هتعمل له كل اللي هو عاوزه. فبتعرض عليه يشتغل معاها لمدة شهر واحد وهتديله 60,000 دولار. فبيوافق مايك من غير ما يعرف هو هيشتغل معاها ايه أصلا. وتاني يوم بيسافر معاها لندن عشان يبدأ شغله هناك، وعلى الطيارة بتحكي له عنها وعن حياتها، وبتقول له إن هي عاشت مع روجر طول السنين دي بسبب بنتهم زيدي. وبتقول على روجر إن هو من عيلة كبيرة وعيلته متحكمة في الإعلام في إنجلترا، وإن هي بعد لما تتطلق منه هتاخد المسرح بتاعه واللي موجود في لندن، وهتبقى غنية ساعتها بسبب المسرح ده ومش هتحتاج لفلوس روجر تاني. وبتنصحه ما يعجبش بيها لأنها أغنى منه ومش هترتبط بيه. ولما بيوصلوا لندن بتوديه البيت بتاعها وبتقوله إنه هو هيبات معاها لحد ما يخلص الشغل. وفي البيت بتاعها بيقابل فيكتور المساعد بتاعها، ولما بيسأله عن الشغلانة اللي هو جاي لندن عشان يشتغلها بيقوله فيكتور إن ماكسندرا عاملاها مفاجأة ومأكد عليهم محدش يقوله، وبيسيبوا فيكتور عشان يغير هدومه. فبيغير مايك هدومه وبيروح مع ماكسندرا عشان يشتروا لبس، وبتشتري له لبس كتير جدا وغالي كمان، وبيكون برضه هو مش فاهم هي بتعمل كل ده ليه. وبعد ما بيشتروا اللبس بيروحوا للمسرح بتاع روجر، واول ما بيوصلوا للمسرح بيلاقوا الممثلين بيعملوا بروفا المسرحيه اسمها ايزابيل. فبتقول له ماكسندرا ان هي قررت توقف عرض المسرحيه بتاعتهم، وده لانها هتتطلق من روجر والمسرح هيبقى بتاعها لوحدها، وعشان كده هي هتوقف عرض المسرحيه وبتطرد المخرج لانها مش محتاجاله. فبيتضايق فريق التمثيل وبيقدموا استقالتهم، وده لانها طردت المخرج بتاعهم. لكن ماكسندرا ما بتهتمش وبتقول لهم ان مايك هو المخرج الجديد، وبتقول لهم انها ناويه تحول المسرحيه من عرض تمثيلي لعرض رقص، ومايك هو المخرج الجديد للمسرحيه بسبب خبرته في مجال الرقص. فمايك نفسه بيتصدم من كلامها وما بيكونش مصدق بالمفاجاه اللي هي عاملاها له، وبيكون متخيل انها بتهزر لانه اعتزل الرقص ومش عاوز يرجع له تاني اصلا. وبيخرج هو وماكسندرا يتغدوا مع بعض بعدها، وفي الاثناء دي بيقول لها مايك على الحقيقه وبيقول لها انه مش مبسوط باللي هي عملته، وده لانها طردت المخرج وباقي فريق التمثيل واستقالوا بسببه، وبكده مش هيفضل حد عشان يشتغل معاه. فبتقول له ماكسندرا ان هي عايزه يقدم العرض بتاعه وما يشغلش باله باي حاجه تانية، وبتقول له ان مرتبات كل الموظفين هتفضل زي ما هي من غير ما يشتغلوا. واثناء ما هي بتتكلم بتظهر زيدي بنتها وبتعرفها ماكسندرا على مايك، وبتقول لها ان هو مخرج المسرحيه الجديده. فبتكلم زيدي باسلوب مستفز وبتقول لامها ان هي مش عايزه تتعامل معاه لانها بتكون غيرانه عليها منه وبتسيبهم وبتمشي. فبتروح ماكسندرا وراها وبتسيب مايك قاعد لوحده. واخر اليوم بنشوف مايك وهو بيكلم اصحابه وبيوعدهم ان هو هيرد لهم فلوسهم قريب جدا. وبتقاطع ماكسندرا المكالمه وبتوري له راقص من ايطاليا وبتقول له ان هي كلمته وهيجي يعمل اختبار اداء في المسرح، وبتوري له كذا حد تاني عشان يختار ما بينهم، وبتسيبه عشان تطلع تنام. وتاني يوم بيلفوا في شوارع لندن عشان يجمعوا مواهب الرقص من الشوارع، وبيختاروا اشطر ناس بتعرف ترقص وبيعملوا لهم تجارب اداء، واللي بيعجبوهم بيضموهم للمسرح بتاعهم. وبنشوف ماكسندرا ومايك وهما بيتفرجوا على المواهب. وبعد كام يوم من تجارب الاداء بيستقر مايك على الفرقه اللي هيشتغل معاها، وبيجمعهم في المسرح عشان يبداوا التدريب بتاعهم، وبيقول لهم مايك على الحركات اللي هيعملوها على المسرح. وبيحضر هو وماكسندرا كل البروفات وبيبان عليهم انهم وقعوا في حب بعض. وتاني يوم بيلبس مايك بدله شيك جدا عشان رايح مع ماكسندرا حفله، ولما بيوصلوا للحفله
الحفلة دي بيقعد مع أصحابها وبيفضل باصص لها ومركز فيها، وبتكون بتحكي لأصحابها عنه وإزاي يتعرفوا على بعض، وبتقول لهم إنها هتتطلق من روجر قريب وهتاخد منه المسرح. ولما بتخلص كلامها بتسيبهم وبتروح للحمام. فبيقولوا أصحابها لمايك إنها بتحلم وإن روجر مش هيسيبها في حالها وهياخد منها كل حاجة قبل ما يسيبها. وقبل ما يرد عليهم مايك بترجع ماكسندرا من الحمام، فبتستأذن منهم عشان تمشي هي ومايك وبيرجعوا للبيت. وأثناء ما هم في الطريق بتحاول إنها تقرب منه لكنه بيتحرج من فيكتور فبيبعدها عنه، فبتتضايق جدا إنه بعدها عنه. وأول ما بيوصلوا البيت بتسيبه وبتطلع تنام. وتاني يوم بيروحوا على المسرح عشان يكملوا البروفات بتاعتهم، وبنشوف الفرقة وهي بقت منسجمة مع بعض وحفظوا كل الحركات اللي هيعملوها على المسرح. وأثناء ما هم بيعملوا بروفا بيوقفهم مندوب في البلدية وبيقول لماكسندرا إن روجر رفع عليها قضية عشان غيرت حاجات في المسرح، وبكده هتوقف كل البروفات لحد ما تقنع روجر يتنازل عن القضايا دي. فبتتضايق ماكسندرا جدا وبتروح لروجر الشركة بتاعته وبتطلب منه يبعد عنها وعن حياتها ويسيبها تقدم العرض بتاعها، لكنه بيقول لها إنه رافض ده وهياخد منها كل حاجة. وبيقول لها إن المحكمة حكمت في قضيتهم واديته الحق إن هو ياخد منها كل حاجة، وهي بكده هتبقى مفلسة ومش هتقدر تقدم العرض لأن المسرح رجعله مرة تانية. وبيقول لها إن مايك بيستغلها عشان الفلوس وبس. فبتتصدم ماكسندرا من كلامه وبتسيب الشركة وبتمشي وهي متعصبة. وفي طريقها بيقول لها فيكتور إن روجر عنده حق وإن هو كمان شايف إن مايك بيستغلها عشان الفلوس. ولما بتوصل للمسرح بتقول لمايك إنها هتوقف العروض وإن هي عاوزاه يبعد عنها ومش عاوزة تشوف وشه تاني. فبيقول لها مايك إن ده كان حلمه وهو مش هيتخلى عنه وهيكمل العرض، وبيسيبها وبيمشي. وبيرجع للمسرح تاني عشان يكمل البروفات، وبيكملوا باقي البروفات بتاعتهم في السر عشان ما يتسجنوش. وبيقدر مايك إنه يعلم الفرقة كل الحركات اللي هيعملوها في العرض ويستنوا الوقت اللي هيقدروا يعرضوا فيه مسرحية بشكل رسمي. فبيقرر مايك إنه يعرض المسرحية وبيبدأ يدعي الناس عشان يحضروا المسرحية، وبتساعده في ده زيدي وبتبعت لكل أصحاب أمها. وطول الفترة دي بتكون ماكسندرا قاعدة في أوضتها وقافلة على نفسها ودايما مكتئبة لأنها خسرت كل حاجة وكمان بقت مفلسة، وبتكون بعيدة عن مايك لأنها بدأت تحبه. وفي يوم العرض بيجهز فيكتور وزيدي عشان يروحوا للمسرح، وبيروحوا لأوضة ماكسندرا عشان يقولوا لها على الحقيقة وبياخدوها معاهم. وأول ما بتعرف إن مايك عمل كده بتنهار لأنها ممكن تتحبس، لكن زيدي وفيكتور بيطمنوها إن هي مش هتتحبس وإن فيكتور هو اللي هيتحبس، وبيقنعوها تروح معاهم للعرض عشان تتفرج على مايك وهو بيحقق حلمهم. وفي المسرح بنشوف الناس اللي جاية تتفرج على العرض وبيكون عددهم كبير جدا وده بسبب شهرة المسرح. وأول ما بيجي ميعاد العرض بتطلع الفرقة على المسرح وبيبدأوا يقدموا العروض بتاعتهم والناس بتتبسط منهم جدا وبيكونوا مندمجين معاهم بسبب الحركات الغريبة اللي هم بيعملوها. وفي الفصل الأخير من المسرحية بيقدم مايك عرض راقص مع راقصة تانية وبيقدروا إنهم يشدوا الناس ليهم وخلوا الناس تحب رقصهم. وأثناء ما هم بيرقصوا بيفتكر مايك كل ذكرياته مع ماكسندرا وبيتمنى لو هي اللي كانت بتقدم معاه العرض ده لأن ده حلمهم هما الاتنين، وإن هو مقررش يرجع للرقص غير عشانها وعشان هو حبها فعلا، لكنها اتخلت عنه وعن حلمها بسهولة. وهو دلوقتي بيحقق حلمه وبيقدم العرض في أشهر مسرح في لندن، لكن مش مبسوط لأن هو بيقدم العرض مع واحدة تانية غيرها. وفي الوقت ده بتفضل ماكسندرا تتفرج على العرض وهي متوترة لأنها بتكون فرحانة بالعرض وفي نفس الوقت زعلانة إنها ما تمسكتش بمايك واتخلت عنه في أول اختبار حقيقي، وبتقول لنفسها إن هي كانت تقدر تفضل معاه ويحققوا مع بعض حلمهم ويقدموا العرض سوا. وبعد ما بيخلص العرض بيسقف المسرح كله لمايك وفرقته وبيشكروهم على العرض الجميل اللي هم قدموه. وبعد العرض ما بيخلص مايك بيقابل ماكسندرا وبتقول له على الحقيقة وبتقول له إن هي خسرت كل حاجة وبقت مفلسة ومش هتقدر تديله الفلوس اللي هي وعدته بيها، وبتقول له إن هي اتخلت عنه لأنها كانت خايفة من روجر. فبيقول لها مايك إنه مش مهتم بالفلوس بتاعتها وإن هم هيكسبوا فلوس كتيرة جدا من العرض بتاعهم وهيقدموا عروض تانية في نفس المسرح وهي هتشارك فيها. وبيقول لها لأول مرة إن هو بيحبها وإن هو عاوز يقضي بقية حياته معاها وموافق يرتبط بيها وهي مفلسة لأن هو كمان مفلس ومعهوش فلوس. فبيرتبط مايك بماكسندرا وقرروا يكملوا حياتهم مع بعض وهيقدموا عروض تانية كتير على المسرح وهي اللي هتشارك فيها. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.